لك رايح يا بابا، رايح يا ابني، الحمد لله في واحد تاجر من التجار قرر يصرف لنا 5000 ريال يعني 70 دولار، 70 ريال سعودي يعني 20 دولار بالمفتوح، يعني سعرها هكذا. فكانت النتيجة أن جاءهم خبرهم أنهم قد ماتوا. ذهب ذلك الأب والآباء والإخوة والأبناء والنساء ليتزاحموا في مكان ضيق، يعلم أولئك الذين كانوا ينظمون المكان أنهم سيموتوا، بلا شك أنهم يعلمون، لأن هذه ليست الحادثة الأولى ولن تكون الأخرى أبدا. بالله عليكم 80 واحد قتلوا وهم يطبرون من أجل 5000 ريال يمني. هل هذه تكفيهم؟ هل هذه تشبعهم؟ هل هذه تغنيهم؟ أين كانت وزارة الداخلية أثناء ما كان مات الأول أو من الازدحام من الساعة الأولى؟ رغم أنهم سيأتوا، والله الذي لا إله غيره أن هذه اللعنة لا تحسب إلى لعناتكم فوق اللعنات التي تتحملونها. أكثر من 80 شهيد قتلوا وهم يطبرون على 5000 ريال. ما هذه الكارثة؟ لأين وصلت اليمن والبلاد والعباد وأنتم ما زلتم إلى الآن تتفاوضون بكبرياء وعنجهية وحتى بلا نتائج؟ تدعون من تدعوا هذه المرة؟ لمن سترجمون لهذه التهمة التي والله أنها فضيحة؟ في السنة الثالثة أو الرابعة على التوالي يحدث مثل هذا. نعم أنتم ستتهمون التاجر الذي هو الكبوس بأنه سبب هذه الازدحام وسبب أعذار لا قيمة لها في التاريخ. من سيعوض أبناء هؤلاء عندما خرج هؤلاء من أجل 5000 يفرح أبوه أو ولده يوم العيد؟ بالله عليك الآن، وهذه الحادثة التي حدثت بالمفتوح حدثت هذه قبل العيد بيوم أو يومين، يعني كيف ستكون فرحة هؤلاء الذين ذهبوا ذويهم إلى المصير المجهول؟ يعني خرجوا من أجل، يا أخي والله كفاكم عبثا، كفا يعني والله مهزلة ما طوبر الناس. الرسالة الأولى للحوثي: اتق الله في نفسك. ما طوبر هؤلاء الناس 100% إلا لأنكم أوصلتموهم إلى الشعب. من هؤلاء الناس الذين طوبروا وقتلوا المهندس والدكتور والطبيب والمعلم والمهني وكل بسبب حقكم النثر الذي جاءتم بها. الرسالة الثانية إلى الشرعية المهترة التي لا قيمة لها بين الناس: إن اتفقتم فاتفقوا كما اتفقوا، أو فارحلوا واعلنوا كما كنتم تعلنونها من قبل أنها ضروري من تحرير صنعاء. وإلا كذبكم أنتم. يعني اليوم يتصور لي رشاد العليمي هو موجود في عدن، والله العظيم ما ندري إيش الإنجازات اللي ينجزها. الرسالة الثالثة إلى أولئك الشعب: تأنوا. أنا أعرف أن المصير الذي تعيشونه مصير مؤلم، أن الموقع الذي أنتم فيه موقع محزن، أنكم في مكان والله نسأل الله لكم السلامة، لكن يا أخوة كونوا أنتم أكثر تنظيم من هكذا. 80 شهيد في ساعة واحدة وقبل العيد، حسبي الله.